هلو معاك هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده الفيديو ده عاملهولك في الصباح الباكر عشان عادة بحب اعمل حبة حاجات كده الصبح. مش دايما بعملها بس بحاول اعملها لان هي بتساعدني ان انا اكون عندي inner peace، بتساعدني ان انا اكون الانرجي بتاعتي clear، بتساعدني ان انا اكون present، بتساعدني ان انا اكون في حالة جذب لكل احتمال مريح دايما. فبعمل ايه؟ يا اما اساعد نفسي ان انا، يعني كنت باخد كورس قالوا فيه ان احنا ممكن نساعد نفسنا ان احنا ناخد كولد شاور، يعني دش ساقع الصبح، او ممكن تعمل مديتيشن يعني 5-10 minutes الصبح. بس في حاجة بقى النهاردة وانا كنت بعمل مديتيشن كده اكتشفتها وحبيت اكلمك عنها، وهي انه في فترة ما من حياتي من كتر ما انا كنت عارفه الاستحقاق وكنت في الوعي، كنت دايما بعمل المديتيشن وافضل اتخيل الحاجات اللي انا المفروض اخدها والحاجات اللي المفروض اعيشها والحاجات اللي المفروض اكون فيها. وكنت مينلي بلجأ للمديتيشن عشان خاطر اعمل مانيفستيشن، يعني احقق الجذب او احقق الوضع اللي انا عايزه اعيش فيه او الحاجات اللي انا عايزه اعيش فيها. فكان ايه اللي بيحصل بقى؟ انت دلوقتي عارف الاستحقاق وعرفت تستحقي ايه، ودايما انت بتكلمي نفسك انا استحق واحد يعمل كذا وكذا واستحق اعيش كذا وكذا وكذا. فلما كنت بكلم مع نفسي على الاستحقاق بس من غير ما احط البريزنت مومنت او اللي هي القوه بتاعه الهيرا ناو مومنت، او اللي هي دلوقتي انا ببقى قويه دلوقتي وانا مرتاحه دلوقتي، فده بيوصلني لده. ما كنتش بركز على الحته بتاعت دلوقتي، كنت دايما ببص للموجود دلوقتي وابص عليه وابقى مش مرتاحه فيه ورافضاه، وعشان اخد الجذب التاني افضل اتخيل الجذب التاني وافضل اتكلم عن الاستحقاق اللي انا استحقه. عشان تحقق وعشان الجذب ده يحصل وعشان تعيش الحياه المريحه لازم توجد الشعور بتاعها، ولازم تكلم نفسك انت ازاي ممكن تقبل الوضع اللي موجود دلوقتي وازاي تقلل الرفض فيه. طيب لما انت ما بتعملش المعادله دي ايه اللي بيحصل؟ بتجذب اشخاص حقيقي يعيشوك في الاستحقاق اللي انت شايفه. يعني كنت بجذب اشخاص عاملين ازاي؟ شخص مثلا غني بس ما يعيشنيش الغنى ده، ما يكونش بيجيب لي هدايا، ما بيكلمنيش كتير، ما بيحسسنيش ان هو موجود، مش معيشني الرخاء اللي موجود. هو شخص غني جدا وانا ممكن اكون مرتبطه بيه، بس ما بيعيشكيش النوع ده من الفيلينجز او الاستحقاق ده مش موجود في ارض الواقع. يعني انت مش لمساه، انت بس الاسم موجود. او ترتبطي براجل ممكن يكون معيشك، او يعني قابلت الناس دي ان هي يعيشك الرخاء ويحاول يجيب لك كل حاجه ويجيب لك كل حاجه تقول ان انت عايشه في استحقاق عالي قوي، ولكن ديب انسايد بينكم انتوا مش متفاهمين خالص، انتوا على طول بتتخانقوا، انت مش عايشه الراحه، مش عايشه الغنى، مش عايشه الرخاء ديب انسايد بس من بره موجود. ف بيحصل الاشكال دي من الجذب عشان خاطر انا ديب انسايد مش حاسه دلوقتي بان انا ممتلئه، باللي موجود، وبانه الاستحقاق بيجي لما بكون كده كده ممتلئه، ولما بكون كده كده عارفه انه هيجي ومؤمنه بيه. فعشان كده بقولك دايما لما تيجي تبقي فاهمه يعني ايه استحقاق، اتعاملي مع الاستحقاق صح، اتكلمي عن الاستحقاق اللي انت فيه دلوقتي. يعني انت دلوقتي عايشه في بيت اهلك مش مبسوطه خالص، او انت مش مبسوط خالص ودايما بتكلمي نفسك انك لا عايزه تمشي، عايزه ما تكمليش هنا، اوكي مفيش مشكله، ده فكره جميله جدا ووعي حلو لما تحسي ان انت مش واخده حريتك. بس لازم تبقي at some point واقفه في حته انه انا اوكي، انا موافقه ان انا هنا دلوقتي، انا مقتنعه وعايشه برضو الحريه هنا وعايشه الامتلاء هنا ومش رافضه. هتلاقي في مقاومه شويه وهتلاقي جوه دماغك تقول لا انا رافضه ولا انا مش عايزه اكمل، وعقلك دايما بيقاوم عشان ده معناه ان انت هتفضلي هنا. لا، هدي نفسك، هدي نظرتك للحاجات اللي انت رافضاها، هدي انك كل شويه تركزي على اللي مضايقك، هدي من كل ده واعملي مديتيشن استحقاق. بس لما تكوني انت عايشه الحاله من القبول للاستحقاق اللي موجود، يعني كلمي نفسك على الجذب اللي انت عايزه تاخديه واعملي مديتيشن عليه، بس برضو ودي احساس بالقبول للي موجود دلوقتي. ده احسن حل، ان انت تبقي مش بتجذبي ناس تعيشك في شكل خارجي غير اللي الداخلي. احنا يهمنا ان احنا نعيش ده من جوه،
يعني في ناس بتحقق حاجات كتير قوي وتلاقي حياتهم يا ده انا اتمنى حاجه من اللي عندهم، بس هم مش عايشين ده، مش الفيلينجز بتاعه مش موجود، او الفيلينج بتاعه مش موجود. عشان كده بقولك عشان تاخدي الواقع مع الفيلينج او من جوه تكوني حاساه ومبسوطه فيه فعلا، لازم تعملي مديتيشن مهم قوي بقى عشان تاخدي المعادله دي مظبوطه قوي. هساعدك فيه دلوقتي وهعملهولك او هعملهولك، ان انت تبقى بتتخيل ان انت مش عايز اي حاجه وهنا ودلوقتي بس، وانه اي حاجه هتجيني انا موافق انها تجيني بسهوله ويسر من غير ما انا افضل اتخيل ان انا فيها. لان لما بفضل اتخيل ان انا فيها عقلي بياخد مسج انه انا مش عايز هنا ابقى هنا خلاص، انا طول الوقت عايز اتخيل في بعدين، ولما بيجي لي بعدين ما بعرفش اتبسط بيه. حلو. فهنعمل المديتيشن ده دلوقتي. يمكن الكلام ده سمعتوه من ناس كتير بس انت مش عارف تنفذه، فانا معاك في المديتيشن ده. هنحاول ننفذ ال 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 الشعور مع الفكرة مع الحاضر بتاعها، او يعني ان انت تبقى خلاص انا مش عايزه اعيش في حتة تانية، انا موافق بكل اللي موجود دلوقتي ومقتنع بيه، وعايز اللي يجيني يجيلي بكل يسر وانا مؤمن انه هيجيلي. اوكي. المديتيشن ده هيساعدك اكتر على شعور الامتلاء كمان، لان احنا معظمنا بنعاني من الشعور ده طول الوقت. ابتدي غمض عينيك، وهبدأ اخد نفس من الانف وخرجه من الفم. نفس من الانف هنعملها 7 rounds. ابدا اركز على الشولدرز بتاعتي واديها اوردر ان هي تريلاكس. start to release the tension of your shoulders, of your fingers, of your hips, of your knees, of your toes, of your neck, and of your whole face. Release the tension of your whole body. Normal breath. Okay, and now start to feel the present moment. ابدأ تخيل اللحظة الحالية من غير أي تخيلات للمستقبل أو للماضي. انت بس موافق ان انت كل حاجة تبقى في ايدك دلوقتي من غير ما تروح تعيش في المستقبل. انت موافق انك تعيش الشعور بتاع كل حاجة انت عايز تاخدها من الاستحقاق بتاعك. موافق تاخد الشعور بتاع الاستحقاق. كل حاجة انت عايز تحس انك تروح للاستحقاق بتاعها، انت عايش الشعور الممتلئ بتاعها. خليك بتتخيل انك دلوقتي سامع في ودنك صوت المية، ممكن احطهولك في الميوزك دلوقتي، صوت مريح في ودنك محسسك بانك ممتلئ. تسمع الصوت وحط ايدك اليمين على قلبك وخليك بتتنفس. وابدأ تخيل ان في نور نازل من عند ربنا ليك في الوقت الحالي من غير المستقبل ومن غير الماضي. النور ده بيغمر جسمك كله وانت حاسس الفيلينج ده، حاسس قد ايه انت مرتاح هنا.
من غير ما تحلم بأي لحظة تانية. ابدأ اشكر ربنا من قلبك قوي. دلوقتي حط ايدك الشمال على قلبك وخلي ايدك تساعدك انك تسحب اي نيجاتيف انرجي من منطقة الهارت سنتر. حط شعور امتنان لله سبحانه وتعالى، ووافق ان اللحظة دي ميبقاش فيها اي حاجة عايز توصلها، تبقى موافق باللي وصلتله دلوقتي ومستمتع بيه. وابدأ تاني تنفس نفس النفس، بس وقف، نفس normal breathing. وابدأ فتح عينك وخد نية انك تستمتع بدلوقتي اكتر ما بتستمتع بالحاجات اللي انت عايز تعيش فيها وتوصل. مبسوطة قوي ان انا كنت معاك النهاردة، ويا رب الفيديو يكون فادك، ويا رب المديتيشن يكون ساعدك. ولو حابب اي مساعدة اكتر او تتعمق اكتر في المشاعر اللي ممكن توصلك لفعلا الانر بيس، ممكن تتواصل معانا على الرقم اللي موجود في الانستجرام في البايو، وبعت لنا. هتلاقي ناس كتير قوي عايزة تساعدك من التيم بتاعي او انا شخصيا. اشوفك في فيديو تاني.